مرحبا وأهلا وسهلا بيكم. قبل لا نبدأ حلقتنا نقولكم ما يحلى الكلام إلا بذكر الرحمن والصلاة والسلام على حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ونتمنى تدعموني بلايك واشتراك وتفعيل الجرس. جزاكم الله خيرا. حلقتنا ورحلتنا اليوم باش ترجع بينا لأيام زمان، أيام الصغر وأيام الدفاء، أيام الجدة وسوالفها المضفورة وذكريات عمرها ما تتعاود. واللي ما يعرفش حكاية المعزة المعزوزية، اللي لا يعرفها سميوا بسم الله، صليوا على النبي وخلينا نبداو. كان يا مكان وكيما حكاو ناس زمان على معزة طيبة يقولوا لها المعزة المعزوزية، عايشة في دويرة مزيانة على حرف الغابة مع صغرها السبعة. المعزة كانت تحب وليداتها برشا وكانت حاميتهم من الهوايش اللي في الغابة. وفي نهار من النهارات مشات المعزة باش تجيب ماكلة لصغيراتها، وقبل ما تخرج ناديت لولادها وقالت لهم: يا كبيدات أمكم، هاني ماشي نجيب لكم ما تاكلوا، ردوا بالكم تحلوا الباب لأي واحد، خاصة هيك الذيب المكار، راهو كان تخلى عليكم يزردكم حيين، راهو خبيث ينجم يتبدل ويتنكر ويغدركم. وباش تعرفوه باللي هو الذيب ومش أنا. الذيب صوته خشين وساقيه كحل وعنده مخالب، وأنا صوتي رقيق وحنين وساقية بيض. قالوا لها صغارها: ما تخافش يامي، امشي متهنية، الباب ما يتحلش. ومنها بسوها وعنقوها، وخرجت المعزة متهنية على صغيراتها، وما فقدش باللي الذيب كان متخبي ويعس عليها من بعيد. هي خرجت من هنا وبعدت، وهو مشي يهرول من هنا ودق الباب على صغيرات المعزة. قالوا له: شكون اللي دق؟ قال لهم بصوت خشين وغليظ: يا صغاري حلوا الباب، أنا أمكم جيت وجبت لكم الخيرات. المعزات عرفوا الذيب من صوته الخشين وقالوا له: برا يا ذيب يا غدار، انتي ماكش أمنا، صوتك خشين وأمنا صوتها رقيق وحنين، مناش حالين. الذيب اترشق من الغش، ومن حينه مشى يجري للطاحونة، بلع طرف فارينة وشرب العسل، بس صوته يولي رقيق وحنين. ورجع دق الباب وقال لهم: يا وليداتي حلوا الباب، أراني أمكم الحبيبة الحنينة، جيت وجبت لكم الخيرات. كي سمعوا المعزات الصوت الرقيق الحنين مشى في بالهم أمهم رجعت، وشوية لحلوا الباب. أما واحدة فيهم قالت لأخواتها: استنيوا ما تحلوش، استنيوا يا خواتي، خلينا نشوفوا الساقين من تحت الباب قبل. وكي طلوا شافوا ساقيه الكحل ومخالبه اللي تخوف، صاحوا قالوا له: يا مكار يا غدار، مناش حالين الباب، أمنا ساقيها بيض ومزيانين، وانتي ساقيك كحل مغبرين. الذيب زاد تغشش أما ما سلمش، مشى يجري للكوشة وقال للخباز: أعطيني شوية عجين وشكارة فارينة، راني عندي مديدة من اللي بطلت ما عادش ناكل اللحم ووليت ما ناكل كان العجين. وقعد يبكي ويقرق بيه. الخباز صدقه واعطاه اللي طلب. الذيب الخبيث كي وصل بحذا دار المعيزات لصق العجينة في مخالبه ورش الفارين على ساقيه ومشي لهم يتمايل. دق الباب وقال: حلوا يا أحلى معزوزات، أمكم جاتكم بالحلوى وجبت لكم الخيرات. الصغار شافوا الساقين بيض وسمعوا الصوت رقيق، قالوا: هذه ما تكون كان أمنا، وحلوا الباب.
ويا ناري عليهم ويريتهم ما حلوه. الذيب تخلي يغلي وكل معيزات ترعبوا وخافوا، بداوا يصيحوا ويجريوا، وكل واحد فيهم تخبى في بلاصة. المعزة الأولى تخبت تحت الفرش، والثانية في الكوجينة، والثالثة في الخزانة، والرابعة تحت الطاولة، والخامسة في الكانون، والسادسة ورا الريدو، والسابعة في المونجيلة. أما الذيب كان أسرع منهم وشدهم واحدة في جرة الأخرى، لقفهم وبلعهم فرد لقمة، إلا المعزة السابعة اللي متخبية في المونجيلة كرشو تعبيت وما عادش لاقيلها بلاصة. خليها وخرج للغابة، مشى تحت شجرة مظلة، اتكى وبدا يشخر وشخير وقالب الدنيا. وما تعداش وقت طويل ورجعت المعزة المعزوزية لدارها. شافت الباب محلول، قلبها تقبض، ودخلت تجري، لقات الدنيا مقلوبة، سافاها على عليها. بدأت تفركس في صغيراتها وتبكي وتنادي فيهم بأساميهم، لين خرجت لها المعزة اللي متخبية في المونجيلة، وحكيت لها كيفاش جاهم الذيب وعداها عليهم، وكيفاش حلولوا الباب وهجم عليهم وكلي خواتها الكل. أكل المعزة المعزوزية من لول حزنت وبدت تبكي، ومن بعد جاتها فكرة، هزت مقص وخيط وإبرة وقالت لبنتها أخلت عليا، وخرجت تلوج على الذيب من بلاصة لبلاصة ومن مكان لمكان. لقاته راقد ويشخر وكرشو تتحرك كيف الكورة. فهمت باللي صغارها مازالوا حيين، قدمت منه بالشوية بالشوية، وبخفة حلت له كرشو بالمقص، وخرجوا صغارها الستة يجريوا ولابس عليهم. الذيب زرتهم من غير ما يمغضهم. الأم قالت لصغارها فيسع جيبولي حجر، ومليت كرش الذيب بالحجر الرزين، وعاودت خيطت هيلو، ومشيت تخبيت هي وصغيراتها، وقعدوا يحسوا على الذيب بالسرقة. مشوار وقام الذيب من نومه عطشان، وحس بوجيعة قوية في كرشو، ومشي في باله باللي الوليمة اللي كلاها هي اللي قلقته. من حين وقف ومشي للواد باش يشرب. هو طبس باش يشرب، والحجر اللي في كرشو رزنه برشا، لين ما عادش ينجم يهز روحه، ازلق وطاح في الواد، صاح وعيط واستنجد، فماشي ما يسمعوا حد ويمنعوا. أما ما سمعوا حد، غرق وبقبق وما عادش بين له أثر، مات وهز ربي متاعه. والمعزة وصغارها السبعة اتلموا وشطحوا وفرحوا وعملوا جو، ومن نهارتها عاشوا في خيار الخير، متهنين مطمنين، لا ذيب يدور ولا غول يحوس. ولهنا تقف خرافتنا، وإن شاء الله نكون رجعت بيكم لذكريات زمان، أيام اللي كنا نصدقوا كل شيء، أيام الخير والبركة والدفاء، ونبدأ نستناو في خرافة جديدة من عند الجدات والعمات والخالات، وساعات حتى من عند الجارات. وإذا وصلت لآخر الفيديو وعجبك، ما تبخلش علينا بالاشتراك واللايك. وإلى أن نلتقي، نقولكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.